السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم اخواني؟ شخباركم؟ عساكم بخير. طبعا اليوم جايب لكم شرح تفعيل ارقام امريكية وبريطانية وكندية لتفعيل الواتساب وغير الواتساب. طبعا هذا البرنامج كثير من العالم تعاني من عنده، انه ما جاي ينطي ارقام او بمشكلة. فتابعوا وياي الشرح وان شاء الله كل المشاكل محلولة. بس قبل ما ابلش بالشرح اتمنى من الكل يشترك بالقناة، يفعل جرس التنبيه ويدعمني بلايك وتعليق حلو مثلكم. نبلش بالشرح. طبعا نحتاج هذا البرنامج، راح احط رابطه اسفل الفيديو، وهذا ايضا راح احط رابطه اسفل الفيديو. ندخل للبرنامج الاول. طبعا هذا البرنامج VPN يغير الموقع. تحط تشغيل. هسه اني حاط هنا بريطانية، اريد رقم بريطاني. تقدر تغير انت، تضغط عليها، تضغط هنا مثلا، ثواني. هنا يطلع لك الدولة، مثلا الولايات المتحدة. تريد رقم امريكي تضغط هنا، وهنا كندي. انا اريد بريطانيا، هسه حط بريطانيا. اطلع من البرنامج، هسه مشتغل. ادخل للبرنامج مال الارقام. يطلع بهاي الواجهة، امشي هيجي get started create an account. تابعوا وياي. هسه طلعت لي الارقام الامريكية. اختار رقم. طبعا راح اختار هذا، اكد هذا الرقم. سماح. تحط ايميل، عفوا تحط حي الله ايميل يعني. وهنا باسورد ايضا، اي باسورد. هنا تحط العمر. العمر ما يعني مو مهم حيل. المهم تحط هنا ذكر او انثى. ريجستر. تابعوا وياي مطلقا. تهانينا، حصلنا على الرقم. هذا الرقم هو ابدأ المكالمات والرسائل المجانية. حبايب قلبي، هسه صار عندنا الرقم. طبعا ملاحظة، الرقم تقدر تسوي بيه واتساب، وتقدر تأكد عليه الفيسبوك. وأتمنى من الكل استفاد من الشرح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.